النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البكاكين. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا كيلو ونص من الدقيق، اخد عليهم نص كوبايه سمنه على زيت، وهاخد ملح، واخد معلقتين صغيرين من الكستر، ومعايا لبن رايب. ولو ما عندكيش لبن رايب هاتي علبه من الزبادي وحطي عليها حليب عادي واعجني بيها، مفيش اي مشكله. خدت كده 4 معالق صغيرين من السكر بما يعادل معلقتين كبار من السكر، وخدت عليهم معلقه كبيره من الخميره وعملت لهم كده في ميه دافيه، وهسيب الخميره تتفاعل مع السكر. وبعد كده هجيب الدقيق، هاخد عليه معلقه صغيره من الملح، وهناخد معلقتين صغيرين من الكستر، والكستر هنا هيديكي لون للعجينه. لو انت مش عايزه اللون ما تحطيش الكستر، عايزه بتعملي له لون كده ويكون لون العيش بتاعك اصفر، حط نص معلقه من الكركم لو مش متاح عندك الكستر. خلاص كده تمام. ونزلت باللبن الرايب، شوفوا مجرد ما نزلت بقى على الكستر شايفين اللون عامل ازاي. هبدأ بقى اعجن العجينه كده كويس، وبعد كده هنزل عليها بالخميره. الخميره بدأت تتفاعل، وهنزل عليها بنص كوبايه زيت على سمنه. طبعا ما تحطيش زيت لوحده عشان ما ينشفش معاكي العجينه. انا حاطه بس حوالي 3 معالق من السمنه من الزيت، وبقيت الكميه سمنه. هعجن كده العجينه كويس. مجرد ما العجينه كده تتعجن كويس هلمها كده بايديا، وبعد كده غطيها باي حاجه عندك، كيس تلاجة او بمفرش سيليكون، اي حاجه عندك غطيها بيها وسيبها لحد ما تختمر. طبعا هي مش هتاخد وقت كتير في التخمير لان زي ما انتم شايفين الجو حر، فالعجينه بتختمر معانا بسرعه. كده خلاص. بعد ما العجينه اختمرت خرجت كده الهواء اللي فيها، وبعد كده هبدا اقطعها قطع صغيره كده، يعني القطعه اكبر من البيضه بشويه، عشان حجم الرغيف العيش ما يكونش تخين معاكي كده، يكون رفيع، لانه لو تخين معاكي لو بات هيفرول. وطبعا لو بات عندك حطيه في الفريزر عشان ما يجرالوش اي حاجه، بتخرجيه بيكون زيه زي الطازه بالظبط. زي ما قلت لك انا عاجنه كيلو ونص من الدقيق، لو انت حابه تعملي كميه اقل من كده مفيش اي مشكله، ممكن تعملي كيلو دقيق، ممكن تعملي نص كيلو زي ما انت عايزه. هقطعه كله بنفس الحجم ده كده. لو عجبتك القصه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شايفين الطريقه بتاعته سهله وبسيطه، وتعمليه في سحور رمضان. لو هتعملي كل يوم نص كيلو من الدقيق هيعمل معاكي كميه حلوه. خلاص انا قطعت كل الكميه، جبت صينيه وفردت عليها كده بقى فوطه نضيفه او اي حاجه نضيفه عندك، وهبدا افرد العيش كده بشكل طولي، ممكن تعمليه مدور وممكن تعمليه طويل. في تلك الحالات هعمل النوعين، هعمل شويه كده طويل وشويه مدور. شايفين عشان العجينه طريه ما بياخدش وقت في الفرد معايا، بيتفرد بكل سهوله. خلاص كده تمام. شايفين السمك بتاعه مش رفيع قوي ومش تخين قوي. خلاص كده تمام. هفرد معاكم كده كمان واحد، وبعد كده هكمل كل الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين سهل جدا مش بياخد وقت خالص. الفرادة دي طبعا بتتخلع مني، فهجيب واحدة كده صغيرة، بس زي ما قلت لك العجينة طرية بيفرد بكل سهولة. شايفين بقى بندخلناه الفرن. سخن الصينية كده قبل ما تحطي فيها العيش، وبعد ما تسخن حطي فيها العيش عشان لما بتكون سخنة بيتنفخ معاكي كده بسرعة. وبعد كده ظبطي النار بتاعتك. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما بياخدش وقت في الفرن. بتطلعي الصينية وتدخلي الصينية غيرها على طول، بس لازم تكون الصينية بتاعتك سخنة عشان تخلي العيش يتنفخ بسرعة. خلاص شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ كل العيش ما شاء الله طالع منفوخ معانا وجميل. دي كانت وصفة النهاردة، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين قلبه من جوه كمان عامل ازاي؟ خلاص كده نشوفكم في وصفة جديدة على خير. مع السلامة.